السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا دلوقتي على الدائري ونازل نزله المنيب. نازل بقى نزله المنيب وهمشي طريق، كاني راجع كده رايح، طريق اللي هو اسيوط الزراعي، علشان ارجع تاني على الدائري واروح طريق اللي هو الاوتوستراد. صلوا على النبي يا جماعه وتعالوا نعمل جوله كده من منطقه المنيب لحد مثلا منطقه طريق الاوتوستراد وصقر كوريش والمناطق اللي هناك الجميله دي. كده نازلين اهو. طبعا يعني احنا هنلف دلوقتي، الشمس هتروح ما تقلقوش يعني. هننزل تحت الكوبري تاني اهو بتاع المنيب، والمفروض ان احنا هنلف بس مش اللف ده، من قدام خالص. يعني انا لو الشمس ضربت هفصل وانا بلف هشغل ولا شغال وخلاص. مش هناخد وقت والملف قدامه. طبعا اللي هيمشي كده على طول هيروح بقى الحومديه والبدرشين والعياط وبني سويف بقى وكل الكلام ده. وهنا محطه مترو المنيب على اليمين. احنا هنلف بقى من الملف اللي جاي ده ونطلع الدائري تاني ونروح طريق الاوتوستراد. وعمك الحاج بيبيع صوبيا. شكرا يا عم الحاج، شكرا. انا لو دقتها هموت، مره دقتها كنت هموت. هنلف بقى كده. يلا يا عم بقى، عطلتنا يا عم بالدور يا عم. هو انت عشان بتحب الدورة بس يعني زيي انا سكت لك. خش بقى كده على طول وخش اول يمين كده يطلعنا على الدائري. نعدي بقى من فوق النيل. نطلع الدائري من فوق، ده موقف هنا على اليمين. بص اهو. خش كده على طول. ايه رايكم في السرعه دي؟ بصوا بقى، الشمس مفيش شمس، الدنيا تمام التمام. شايفين الابراج دي كلها على النيل يا جماعه؟ الابراج اللي في وشنا دي على النيل. طبعا انت كده تخش النزله اللي جايه على طول، نزله المعادي، وهتلاقي بقى ابراج المعادي على اليمين. ابراج المعادي هناك على اليمين. كده احنا على الدائري اتجاه المطور، واتجاه التجمع، واتجاه المعادي طبعا، واتجاه طريق الاوتوستراد، واتجاه مدينه نصر. بقول لكم الاتجاهات اللي احنا هنعدي عليها. كده احنا ماشيين فوق الجزيره بتاعت المنيب. الجزيره بتاعت المنيب زي جزيره الوراق. النيل بقى والمراكب والجمال والحلاوه هنا كلها. والليفت اهو، الليفت طلع. عايزين نخلي بقى، عايزين نخلي الليفت. بحب الليفت المخلي. كده دي نزله المعادي، والنزله اللي بعدها نزله مصر القديمه، ونزله شارع القصر العيني. شارع القصر العيني النزله دي. وديك مصر القديمه وشارع القصر العيني. وديك عند مستشفى 57 357، وعند المعهد بتاع الاوروبا. ربنا يشفي كل مريض. نمشي بقى قدام شويه نلاقي صقر قريش. في مدرسه هي على اليمين، وراجل بيبيع بلالين وغزل البنات. المنطقه دي يا جماعه يعني في عيال وحشه قوي بتبقى واقفه هنا. الناس اللي ماشيه تخلي بالها. بيخطفوا بقى موبايلات، بيخطفوا شنط. هنا بيطلعوا معرفش منين. هنا كده بيخطفوا الحاجات. كذا واقعة يعني حصلت هنا. ينيم لك الكوتش ويقول لك يا باشا الحق ومش عارف ايه، ويروح خاطف حاجه ويجري. انا بيشاوروا لي على طول، بس انا يعني بقى
بقول لهم حركات كده برضه، بعمل لهم حركات بس وامشي. هم يشاوروا لي وانا اعمل لهم حركه كده واروح ماشي خلاص. حركه يعني حركه مش مؤدبه بس عادي، يستاهلوها. وبالذات في الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء دايما لما بعدي يقعد يشاور يا باشا الفرده نايمه يقعد يعمل لي كده. انا اقول له خد فشار وامشي. انا من عابدين شويه مجانين. بصوا بقى هنا يا جماعه، المنطقه دي البيوت بتاعتها كلها اتدهنت لون واحد وبقى شكلها جميل ازاي. هو واحد قاعد اهو، بس ده واحد يعني ربنا يشفي. اللي عايز بقى يطلع طريق مصر القديمه برضه عند المتحف اللي هو متحف الحضاره، المتحف القومي، الحضاره المصريه، متحف المومياوات والكلام ده، وصلاح سالم والسيده عائشه، يطلع الكوبري ده. نفضل ماشيين كده يا جماعه لحد ما ننزل نزله الستروم. على فكره انا ممكن انزل برضو النزله اللي هي بتاعت الكارفور المعادي، اخش زهراء المعادي. ايه رايكم؟ سيبنا ممكن الاستراد ده اصوره وانا راجع. استنوا بس نطلع الكوبري الجاي ده، واخش من عند كارفور، واخش زهراء المعادي بس. تعالوا علشان الجوله كده تبقى جوله. تعالوا نخش زهراء المعادي. بس انا لما اخش يمين الشمس هتضرب في وشي. ايه ده بقى؟ وانا لسه ما رحتش. وانا فين انا؟ لا لا، ده اللي انا بقول عليه ده لسه قدام. انا تهت منكم. هننزل بقى، ننزل يمين الجاي. ننزل من نزله الاقصر دلوقتي. ده اللي انا بقول عليه ده لسه ما جاش، ده بعد الكلام ده. ده الاستراد الاول. خلاص خلينا في الاستراد. هنقول استراد. شايفين العمارات دي؟ تنزل بقى كده صقر الكوريش. صقر الكوريش. خلي بالكم عشان في نزلتين، النزله الاولى دي هتنزلك وتسحلك، النزله الثانيه هتوديك مطرح ما انت عايز. النزله الاولى دي هتخش جوه في قلب في قلب صقر الكوريش. النزله الثانيه. النزله الثالثه بقى بتوديني اتجاه بقى مدينه نصر، مصر الجديده، القلعه، الكلام ده. كده احنا نزلنا نزله طريق الاوتوستراد. هنشوف بقى الشمس، لو الشمس ضايقتنا نقفل الجوله، ما ضايقتناش ادينا مكملين مع بعض شويه كده لقدام. بقول لكم شويه تفاصيل وحاجات.
كده احنا اهو طلعنا على طريق الاوتوستراد. طبعا المنطقه اللي على اليمين دي صور قريش. الشمس مش مضايقانا ولا حاجه. اللي عايز بقى يخش شارع النصر في آه، شارع النصر اللي هو في معادي يخليه في اليمين. شارع النصر ده عامل زي مثلا الشارع اللي هو مثلا زي عباس العقاد كده يمين كده. خش تلاقي زحمه بقى ومطاعم وحاجات كده. ده بقى طريق الاوتوستراد. العمارات اللي على شمالي دي يا جماعه انا كنت دايما بقعد اقول لكم وانا ماشي زمان وعملت عليها جولات على فكره. هي العمارات دي فاضيه ليه؟ هي ما فيهاش حد ليه؟ هي مش ساكنه ليه؟ بصوا دلوقتي ما فيش اوضه فاضيه. ولا مش دي؟ كان في عمارات تاني قدام. شكلها مش دي ولا هي دي؟ لا شكلها قدام مش عارف. استنوا بس نطلع قدام شويه. وانا ماشي على الطريق ده كان في عمارات بتبقى فاضيه خالص على شمالي هي دي. بس العمارات دي شكلها شكل متدين. مفيش عمارات تاني. مفيش غيرها. اعتقد هي العمارات دي اللي كانت فاضيه. احنا عايزين نقلب بقى في الجولات القديمه علشان نشوف فعلا كان في هنا عمارات فاضيه ولا انا جالي زهايمر. اوريكم النازله بتاع الشارع اللي انا قلت لكم عليه شارع النصر ده. خش خش من هنا من البطيء. تنزل النازله اللي جايه يمين. تخش في قلب بقى المعادي. تخش بقى عند الحتت اللي هي اسمها شارع اللاسلكي ومش عارف ايه والحاجات اللي جوه. بس كده الجوله خلصت يا جماعه. الشارع اهو. وانا اقدر اقول لكم هنا. سلام.